اهتزت جماعة تبرانت التابعة لإقليم الحصيمة على وقع حادث خطير وغير مسبوق داخل أحد المساجد، في واقعة خلفت صدمة واسعة في صفوف الساكنة والمصلين، وأعادت إلى الواجهة نقاشا حساسا حول أمن وسلامة الأئمة داخل دور العبادة. الحادثة وقعت خلال صلاة الجمعة التي تزامنت مع أجواء عيد الفطر، وهو ما زاد من وقعها الرمسي والنفسي، باعتبار أن هذه المناسبة ترتبط عادة بالسكينة والتسامح والتآلف. ووفق معطيات متطابقة من مصادر محلية، فإن الإمام والخطيب كان بصدد إلقاء خطبة الجمعة داخل المسجد، حيث كان الجو يسوده الهدوء والتركيز، قبل أن يتحول المشهد في لحظات إلى حالة من الفوضى والهلع. فقد أقدم شاب يبلغ من العمر 28 سنة كان ضمن صفوف المصلين على محاولة مباغتة الإمام بشكل مفاجئ من داخل المحراب. المهاجم الذي بدا عليه الترقب قبل تنفيذ فعلته حاول إخراج سلاح أبيض كان يخفيه تحت جلبابه في محاولة لتوجيه ضربة مباشرة للإمام، غير أن يقظة الإمام وردة فعله السريعة حالت دون وقوع الأسوأ، حيث تمكن من رصد الحركة في اللحظة الحاسمة ليبادر إلى التصدي للهجوم بشكل فوري، ما أدى إلى نشوب تشابك جسدي مباشر بين الطرفين أمام أنظار المصلين. هذا التدخل السريع من طرف الإمام جنبه إصابة قاتلة، لكنه لم يمنع وقوع أضرار جسدية خطيرة، إذ تعرض لجرح عميق على مستوى اليد اليسرى نتج عنه قطع في أحد الأعصاب، وفق ما أكدته مصادر طبية. وسرعان ما تدخل بعض المصلين الذين كانوا قريبين من موقع الحادث، حيث عملوا على السيطرة على المهاجم وشل حركته، في وقت عمت فيه حالة من الذعر داخل المسجد، خاصة مع تزامن الحادث مع لحظة حساسة من الصلاة. وفور إشعارها حلت عناصر السلطات المحلية والأمنية بعين المكان، حيث تم توقيف المشتبه فيه واقتياده للتحقيق من أجل تحديد ملابسات الواقعة وكشف دوافعها الحقيقية التي لا تزال لحدود الساعة غير واضحة، وسط فرضيات متعددة تتراوح بين اضطرابات نفسية محتملة أو دوافع شخصية. في المقابل، تم نقل الإمام المصاب على وجه السرعة إلى المركب الاستشفائي الحسن الثاني، حيث خضع لعملية جراحية مستعجلة لإنقاذ وظيفته الحركية لليد المصابة، في ظل مخاوف من تداعيات الإصابة على قدرته على أداء مهامه مستقبلاً. الحادثة لم تمر مرور الكرام، بل أثارت موجة استنكار واسعة في أوساط المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثيرون عن صدمتهم من وقوع اعتداء داخل فضاء ديني يفترض أن يكون محمياً ومحصناً بالقيم الروحية. كما أعادت الواقعة إلى الواجهة سلسلة من الحوادث المشابهة التي استهدفت أئمة وخطباء في مناطق مختلفة خلال السنوات الأخيرة، ما يطرح بإلحاح تساؤلات حول مدى كفاية الإجراءات الأمنية داخل المساجد، خاصة خلال المناسبات الدينية الكبرى التي تعرف إقبالاً كثيفاً. ويرى متتبعون أن هذه الحادثة تفتح الباب أمام ضرورة إعادة تقييم منظومة الحماية داخل دور العبادة، سواء من خلال تعزيز الحضور الأمني أو اعتماد آليات وقائية غير مباشرة مثل التوعية المجتمعية ورصد الحالات التي قد تشكل خطراً قبل تفاقمها. وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تبقى جماعة تبرانت وسكانها تحت وقع الصدمة، وهم يحاولون استيعاب كيف تحولت لحظة روحانية خالصة إلى مشهد عنف مفاجئ داخل بيت من بيوت الله، في حادثة ستظل عالقة في الذاكرة المحلية لفترة طويلة.